كاري دجاج أسهل وأسرع وصفة للفطور وكلش طيبة، بما إنه إحنا بالعشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك وخلصت كل الأفكار للفطور، فسويت لكم وصفة كلش سهلة وكلش طيبة وسريعة. أهم شي إنه هي سريعة وما تاخذ وقت غير ربع ساعة. هنا أنا عندي بصلاية ثرمتها ثرم ناعم، راح أحمسها بس تذبل عندي. أضيف 3 فصوص ثوم مبروشين، وبعدها ضفت الفطر وأحمسه شوية سوية ويا البصل. بعدها أضيف صدور الدجاج، أنا مقطعته بشكل مكعبات بس يستوي عندي. أضيف هنا ملعقتين كوب من الكاري، وضفت ملعقة طعام ملح، ضفت ملعقة طعام معجون الطماطة، راح أحمسه ويا الدجاج. وبعدها أضيف كريمة الطبخ، وأضيف شوية من الفلفل الحار الباودر. انتوا لا تكثرون إذا ما تحبوها حارة، وتخلوها 5 دقائق على النار إلى أن تاخذ المونة كليتها. بس أهم شي ما ينشف عندكم الصوص. طبعا أنا هنا قدمتها ويا تمن شعرية اللي هي طريقته كلش سهلة وهو كلش طيب. جربوها وألف عافية.